كل يوم بداية جديدة لحاجة بسيطة ومفيدة أحسن من امبارح. أهلا بيكم في فيديو جديد. خليني أبدأ معاك بسؤالين وخلينا نفكر فيهم شوية. هل الجواز بقى صعب ولا العلاقات هي اللي بقت أصعب؟ ولا إحنا اللي بقينا ندخل العلاقات بتوقعات أكبر من قدراتنا أساسا؟ لأن خليني أقولك إن موضوع الطلاق في مصر مش مجرد أرقام مكتوبة في تقارير. الموضوع بقى بيوت بتتقفل وبتتخرب، أطفال بتتشرد، وذكريات للأسف بتتحول فجأة لكان زمان. وبحسب أحدث أرقام رسمية لعام 2026 إن مصر سجلت 273,008 حالة طلاق خلال عام 2024. وطبعا خليني أقولك إن ده رقم مخيف جدا، لكن أنا مش عايزك تبص للرقم كرقم. أنا عايزك تتخيل إن كل حالة من دول وراها بيت، كل حالة من دول وراها شخص كان فاكر ان هو لقى شريك عمره الحقيقي، وراها اطفال يمكن يكونوا دفعوا الثمن الحقيقي للخلاف. والسؤال هنا بقى مش مين السبب، الراجل ولا الست؟ لان احنا لو قلنا ان الست هي السبب او الراجل هو السبب فاحنا كده بنهرب من المشكلة الحقيقية. المشكلة الحقيقية اللي غالبا بتبدأ قبل الجواز اصلا، اختيار غلط او توقعات غير منطقية، او ناس بتتجوز عشان تهرب من الوحدة او تهرب من اهاليها، او عشان المجتمع بيقول لي انا كست لازم تتجوزي وتجيبي لك حته عيل، او عشان المجتمع بيقول لي انا كراجل لازم تتجوز، انت بقيت كام سنه لازم تتجوز وخلينا نفرح بيك بقى يا سيدي. وبعد الجواز نتصدم الصدمه الكبيره ونكتشف ان الحب اصلا مش هو الاساس. من وجهه نظري اللي ملهاش اي لازمه ان الجواز مسؤوليه، صبر، احتواء، احترام وقبول وموده ورحمه. الجواز قدرة على الحوار، قدرة انك تختلف مع الشخص اللي قدامك وفي نفس الوقت ما تخلوش عدو. واخطر حاجة بتحصل لنا دلوقتي ان كل الناس بتخش تجربة الجواز والخطوبة وبتفتكر وبتتخيل وبتستنى ان هي تعيش في حياة مثالية، مستني الطرف التاني يفهمه من غير حتى ما يتكلم، يسامحه من غير اعتذار، ويقلب ساحر كده ويحقق له كل اللي في دماغه. واول ما يكتشف ان الشخص اللي قدامه اللي اختاره بكامل ارادته اكتشف فيه عيوب، تبتدي بقى من هنا المقارنات باشخاص تانية. يبتدي الراجل يبص بره وتبتدي الست تبص بره، وتلاقي بيت من جواه مليان مشاكل، لكن على السوشيال ميديا سفر وهدايا وحب ومصيف وضحك وهزار وكلام عن الحب. فتبدأ تسأل نفسك، هو انا اخترت غلط؟ وممكن تكون الحقيقة اللي انت مش قادر تستوعبها ان ممكن يكون اختيارك مش هو اللي غلط. ممكن يكون العيب منك انت شخصيا، ان انت مش عارف تتعامل مع الازمات او مع الخلاف القائم بينك وبين شريك حياتك. وهنا خليني اقول لك حاجة مهمة جدا، مش معنى ان احنا ضد ارتفاع معدلات الطلاق يبقى احنا ضد الطلاق نفسه، لان في بيوت الطلاق فيها وجع واستمرار الحياة فيه وجع اكبر. في بيوت فيها إهانة، عنف، خيانة، إدمان، أو حتى أذى مستمر. وهنا الطلاق بيكون بداية نجاة مش نهاية حياة، لأن الحفاظ على الأسرة مش معناه إن إحنا نحافظ على الأربع حيطان اللي موجودين في البيت وندمر البني آدمين اللي موجودة اللي عايشة ما بين الأربع حيطان. لكن في المقابل ما ينفعش من أول خلاف أو أول خناقة ناخد قرار الطلاق. ما ينفعش كل طرف بعد أول خلاف يروح يجري يحكي لأهله وأصحابه ومعارفه ويكون فريق عشان يهاجم الطرف التاني. الجواز مش مجرد ماتش كورة غالب أو مغلوب، ومش لازم يبقى فيه إنسان كسبان وإنسان خسران. أحيانا الاتنين بيخسروا لما البيت بيقع. وعشان كده قبل ما تقول لأي حد طلق أو حتى أنت تاخد قرار طلاق، اسأل الأول إيه اللي بيحصل جوه البيت. اسأل هل في فرصة ان كل حاجة تتصلح؟ اسأل ان في احترام ما بينكم؟ اسأل ان انت كطرف من الاطراف محتاج فعلا تغير حياتك، وهل عندك استعداد لده ولا لا؟ هل المشكلة ما بينكم مؤقتة ولا بقت اسلوب حياة؟ لان الاطفال مش محتاجين اب وام عايشين تحت سقف واحد وخلاص. الاطفال محتاجين يشوفوا قدامهم احترام وامان. وانا من مكاني هنا كوزير التفاؤل مش جاي اقول لك ما تطلقش، وفي نفس الوقت مش جاي اقول لك طلق. انا جاي اقول لك اختار القرار اللي يحفظ كرامتك ويحمي اولادك ويحقق لك حياة هادية ومستقرة. لكن لو في فرصة حقيقية للاصلاح حاول. لو المشكلة محتاجة اعتذار اعتذر.
لو انت كزوج او انت كزوجة محتاجين تغيروا اسلوب حياتكم ونمط الحياة عموما، غيروه. لو محتاج تدخل حد متخصص اطلب المساعدة. لكن لو كل الابواب اتقفلت فخليك فاكر ان الطلاق مش نهاية الحياة. النجاح الحقيقي ان الانسان يعيش في علاقة فيها مودة ورحمة وامان واحترام. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام.